السلام عليكم. في خطوة تاريخية تستعد مدينة فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة وإحدى المدن المغربية الست المرشحة لتنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 إلى تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية من خلال تطوير بنيتها التحتية عبر مجموعة من المشاريع الرائدة التي ستحول مدينة فاس قريباً إلى ورش مفتوح. وتشمل هذه المشاريع بناء ملاعب جديدة وتحديث المنشآت الرياضية القائمة، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية العامة مثل الطرق والنقل والإقامة. في هذا الفيديو سنتعرف على 10 مشاريع سيتم إطلاقها بمدينة فاس استعداداً لكأس العالم 2030، مشاريع غير مسبوقة من شأنها أن تغير ملامح المدينة الألفية كلياً. لكن قبل ذلك المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إنشاء شبكة للباص واي بمدينة فاس. أفاد مصدر مطلع من ولاية فاس أن والي جهة فاس مكناس أطلق فعلياً مشروع الباص واي الجديد الذي سيمتد على طول طريق إموزار الشهيرة وصولاً إلى قلب مدينة فاس في مرحلة أولى، ويهدف هذا المشروع البالغ الأهمية في ظل أزمة النقل الحضري بالمدينة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين وسائل النقل العمومية في المناطق الحيوية، حيث تعرف طريق إموزار بفيلاتها الفاخرة وشوارعها الواسعة التي تتخللها مساحات خضراء. تأتي هذه الخطوة في سياق استعدادات المدينة لاستضافة كأس العالم 2030، حيث تتجه فاس نحو تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق نقلة نوعية في مجال النقل الحضري. ومن المتوقع أن يساهم مشروع الباص واي في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل التنقل، مما يعزز مكانة فاس كمدينة رائدة في تقديم حلول نقل متقدمة. تطوير ملعب فاس ومحيطه. تتواصل الأشغال بمحيط المركب الرياضي بفاس استعداداً لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 التي انطلقت منذ شهور. وقسمت الأشغال لتحديث ملعب فاس على مرحلتين، الأولى تمتد لسنة كاملة وستنتهي بنهاية 2024، وستهم تحديث كافة مرافق الملعب خاصة المنصة الرئيسية ومستودعات الملابس ومنصة الصحافة، وتجهيز الملعب بشاشتين عملاقتين، فضلاً عن تعويض الإنارة الحالية بأخرى من الطراز العالي. كما سيتم في المرحلة الأولى الاهتمام بمحيط الملعب والشكل الخارجي من خلال توفير فضاءات ملائمة لاستقبال الجماهير في أحسن حلة، وبناء قاعة VIP خارج الملعب تتصل بالمنصة الشرفية بممرات جسرية، بالإضافة لتوسعة طاقة الملعب الاستيعابية بشكل ظرفي في أفق تطوير شامل بعد كأس إفريقيا 2025، حيث سيكون شبيها بملعب خليفة الدولي الذي استضاف مباريات في مونديال قطر. ومباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا 2025 ستنطلق أشغال المرحلة الثانية والتي ستغير معالم الملعب بشكل كبير، حيث سيتم إضافة مدرج إضافي مكان الحلبة المطاطية التي سيتم إزالتها بالكامل، ليصبح الجمهور على بعد 2 إلى 3 فقط من محيط المستطيل الأخضر، مما سيجعل طاقة الملعب الاستيعابية ترتفع من 35,000 إلى 52,000 متفرج، فضلاً على تغطية الملعب بالكامل وتزيين الجوانب الخارجية بشاشات عرض عملاقة، مع بناء مرآب للسيارات وتحديث الولوجيات. إنشاء خط القطار السريع بين فاس والرباط. يتقدم المغرب ببطء ولكن بثبات نحو توفير وسائل نقل حديثة ذات مستوى عالمي،
وتلبي معايير الفيفا لنقل المشجعين والوفود. ويهدف إلى إنشاء خط جديد للقطار فائق السرعة بين فاس والرباط، حيث يستعد لإطلاق مناقصة لاختيار مكتب متخصص لدراسة المشروع. هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 23 مليار درهم، وسيقلص وقت الرحلة من فاس إلى الرباط عبر مدينة مكناس من 3 ساعات ونصف إلى 1:40 دقيقة. هذا وصرح وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول تقدم هذا المشروع الكبير أن المرحلة الأولى شملت الدراسات الأولية المتعلقة بإنشاء خط القطار فائق السرعة بين الرباط وفاس مكناس عبر الخميسات، ودراسة توقعات حركية نقل المسافرين والبضائع خلال سنوات استغلال هذا الخط، بالإضافة إلى المردودية السوسيو-اقتصادية للمشروع. وأوضح المتحدث ذاته أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقوم لاحقاً بإنجاز الدراسات التفصيلية ودراسات الإنجاز وكذا التركيبة المالية للمشروع، علماً بأن إنجاز هذا المشروع الذي سيتطلب اعتمادات مالية ضخمة تستدعي تضافر جهود كل الفرقاء والشركاء من أجل إيجاد صيغة وحلول ملائمة ومبتكرة فيما يخص التمويل. إعادة تهيئة الطرق وإنشاء نفقين تحت أرضيين. كشفت بعض المصادر عن انطلاق دراسة ميدانية لإحداث ممرين تحت أرضيين بمدينة فاس، أحدهما عند تقاطع الطريق الوطنية رقم 4 مع الطريق الإقليمية 5006، والآخر عند تقاطع الطريق الوطنية رقم 8 مع نفس الطريق الإقليمية. وتحولت مدينة فاس خلال الأشهر الماضية إلى ورش مفتوح، إذ أضحت معظم الشوارع الكبرى المعروفة بالمدينة تعيش على وقع أشغال التهيئة، حيث تتواصل الأشغال على قدم وساق، ما يعكس الإرادة التي تحدو بها المدينة في التحضير لتقوية ترشيحها لأهم التظاهرات الرياضية. وتحولت العديد من الشوارع بفاس على غرار المدار الطرقي الرابط بين طريق صفرو والمركب الرياضي وطريق إمزار وشارع علال الفاسي إلى أوراش مفتوحة، حيث تتم إعادة تهيئتها من حيث التزفيت والترصيف. هذه الأوراش تشتمل مشاريع مهيكلة بتكلفة مالية إجمالية تفوق 11 مليار درهم، تهم قطاعات التجهيزات الطرقية وتشمل بناء 5 طرق مدارية وتعبيد الطرق كمدخل المدينة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية، وتعزيز قطاع النقل. وتهدف هذه المشاريع إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين انسيابية حركة التنقل داخل المدينة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع الحضري في فاس. توسعة مطار فاس سيس. سيشهد مطار فاس سيس أشغال توسعة وإعادة تهيئة تحضيراً لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030. وأطلق المكتب الوطني للمطارات طلب عروض مع الانتقاء الأولي لإنجاز أشغال توسيع وتهيئة منشأة مطار فاس سيس بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم. وتهدف أشغال التوسعة والتهيئ إلى تعزيز البنية التحتية والتجهيزات التقنية للمطار لضمان جودة وفعالية عمليات استقبال ومغادرة الطائرات، خصوصاً خلال نهائيات كأس العالم 2030 المرتقب أن تشهد توافد جماهير غفيرة لمتابعة منتخباتها. كما يهدف هذا المشروع الذي يندرج ضمن برنامج تعزيز القدرات المطارية في المغرب إلى رفع قدرة هذه المنصة من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً. ويتضمن المشروع إنشاء محطة جديدة للمسافرين ستتكون من مستويين، طابق تحت أرضي مخصص لنظام معالجة الأمتعة، وطابق أرضي يضم مناطق التسجيل والتفتيش والإركاب والوصول، وكذا الفضاءات التجارية. إنشاء طريق سيار بين فاس ومراكش. يخطط المغرب لإنشاء طريق سيار يربط مراكش بمدينة فاس عبر بني ملال قبل سنة 2030،
وهي السنة التي يحتضن فيها المغرب كأس العالم إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. هذا وأطلقت وزارة التجهيز طلب عروض لدراسة ما قبل المشروع للطريق السيار بني ملال ثنائي القطب فاس مكناس على مرحلتين. وتهم المرحلة الأولى الطريق السيار بني ملال خنيفرة، والمرحلة الثانية الطريق السيار خنيفرة ثنائي القطب فاس مكناس. الدراسات ستهم بالخصوص دراسة المسار والمنشآت الفنية والتقاطعات مع الطرق والبدلات. وفي هذا الصدد كان نزار بركة وزير التجهيز والماء قد كشف في وقت سابق أن الطريق مهمة جدا لبلادنا وسيكون لها وقع كبير على عدد من الأقاليم. إنشاء وحدات فندقية جديدة. بحسب معطيات للمندوبية الجهوية للسياحة بجهة فاس مكناس، فإن عمالة فاس تحتوي على 28 مشروعاً سياحياً في طور الإنجاز. هذه الاستثمارات السياحية تهدف إلى الرفع من الطاقة الإيوائية ب2391 سريراً جديداً، وفتح 29 مطعماً سياحياً جديداً. وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بأن عمالة فاس تستعد لاستقبال استثمارات سياحية جديدة من شأنها تعزيز جاذبيتها ومؤهلاتها الخاصة بالاستقبال، وتهم هذه المشاريع أساساً فنادق وإقامات سياحية ودور ضيافة. وأشار في عرض قدمه خلال الدورة العادية لمجلس عمالة فاس إلى وجود 42 مشروعاً سياحياً في طور الدراسة، تمثل استثماراً إضافياً بقيمة 1,050,000,000 درهم، والتي من شأنها تعزيز الطاقة الإيوائية بحوالي 3442 سريراً و140 مقعداً مطعمياً. نشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات وتحديث الإضاءة العامة. من المزمع تحويل فاس لمدينة تتمتع بالجيل الخامس للاتصالات والإنترنت على غرار باقي المدن الكبرى في المملكة، حيث تحتوي المدينة على البنية التحتية اللازمة لنشر شبكة الجيل الخامس، وسيتم نشر الشبكة بعد الحصول على التراخيص من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وفي ذات الصدد، ستعرف الأماكن العامة في المدينة تغطية بشبكة ويفي مجانية ستشمل المناطق السياحية والحدائق والأماكن العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية والجامعة الملكية لكرة القدم لتحديد الأماكن المناسبة للتغطية. وفي ذات الإطار، ستطلق السلطات المحلية برنامجاً لتحديث الإضاءة العامة إلى مصابيح الليد، فضلاً عن بناء محطة للغاز العضوي بقدرة 1.2 ميجاوات، ما يعادل 40% من احتياجات المدينة للإضاءة العامة. الانتهاء من أشغال مدينة المهن والكفاءات. تواصل أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات في فاس تقدمها على مساحة 11 هكتاراً وبكلفة 37 مليار سنتيم، حيث بدأت ملامح هذا المشروع الضخم تتجلى لزوار المدينة، وبلغت نسبة تقدم الأشغال أكثر من 60%. هذا المشروع الذي يندرج ضمن خارطة طريق جديدة لتطوير التكوين المهني سيمكن المدينة من 3140 متدرباً سنوياً في 82 شعبة مختلفة موزعة على الأقطاب المهنية التي تخص مجالات الصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة والتسيير والسياحة والفندقة والفلاحة والصحة والصناعة التقليدية. كما سيتم تزويد المدينة بمركز للغات والكفاءات الذاتية ومركز وظيفي وفضاءات للابتكار، فضلاً عن حاضنة ومكتبة وسائطية وخدمات للمقاولات وريادة الأعمال ومركز للندوات. ومن المرتقب افتتاح هذه المنشأة التكوينية خلال الدخول الدراسي لسنة 2025-2026. تحويل الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتونات إلى طريق سريع.
تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاق الشطر الثاني من أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتونات، لتصبح طريقاً سريعاً بعد الانتهاء من الشطر الأول الذي ربط مدخل مدينة تونات بجماعة ولاد داود على طول 16 كيلومتراً. وتتمثل أهداف هذا المشروع في تحسين انسيابية حركة السير على الطريق، وتحسين مستوى السلامة الطرقية ومستوى الخدمة، وكذا تجويد وتأهيل المحور الطرقي مع تقليص مدة السفر، إضافة إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية للإقليم. هذا وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 1,560 مليون درهم، فيما يبلغ طولها 73 كيلومتراً، حيث من المنتظر أن تمكن بعد الانتهاء منها من ربط إقليم تونات بعمالة فاس، ما سيؤدي لخلق رواج اقتصادي وتجاري سيعود بالنفع على المواطنين بالإقليمين معاً. شاركونا آراءكم حول هذه المشاريع في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.